فيلم سيفن دوجز كان واحد من أكتر الأفلام اللي عليها ضجة في الفترة الأخيرة، ويمكن من ساعة الإعلان عنه الناس كلها كانت مستنية تشوف إيه اللي هيقدمه الفيلم ده، خصوصا مع الكلام الكتير عن الميزانية الضخمة والتصوير العالمي ووجود ممثلين أجانب من هوليوود وبوليوود، وكمان النجوم المصريين الكبار زي كريم عبد العزيز وأحمد عز. وبصراحة بعد ما خلصت الفيلم أقدر أقول إن سيفن دوجز تجربة ممتعة جدا لمحبي الأكشن، لكنه في نفس الوقت مش الفيلم الخرافي اللي بعض الناس كانت متوقعاه. واعتقد ان اكبر مشكلة واجهت الفيلم قبل ما ينزل اصلا هي حجم التوقعات، لان لما تقعد تسمع شهور وسنين عن اضخم فيلم عربي واكبر انتاج واقوى اكشن ونجوم من كل انحاء العالم، طبيعي جدا انك تدخل السينما متوقع حاجة تغير شكل الصناعة كلها. ودي مشكلة بتحصل مع افلام كتير، لان ساعات التوقعات نفسها بتبقى اصعب من الفيلم. اول حاجة لازم نتكلم عنها هي القصة هنا بسيطة جدا ومباشرة. الفيلم مش بيحاول يبقى لغز ومش بيحاول يعقد نفسه من اللازم، انت تقريبا من اول الاحداث فاهم طبيعة الفيلم ورايح على فين، وده في حد ذاته مش عيب. في افلام كتيرة ناجحة جدا قصتها بسيطة، لكن الفرق بيكون في التنفيذ، وسيفن دوجز اعتمد بشكل واضح على التنفيذ اكتر من اعتماده على تعقيد القصة. بس في نفس الوقت كنت اتمنى اشوف شوية مخاطرة اكتر في الكتابة، كنت عايز مفاجآت اكتر، كنت عايز شخصيات اعمق شوية، كنت عايز لحظة كده تخلي الناس تطلع من السينما تتناقش في الاحداث مش بس تتكلم عن الاكشن. لكن الفيلم اختار الطريق الاسهل والاضمن، وهو انه يركز على المتعة البصرية والاكشن. نيجي بقى للتمثيل. احمد عز بصراحة قدم اداء كويس جدا، لكن مش من افضل ادواره. يعني لو قارناه ببعض اعماله القديمة هتلاقي انه هنا كان بيعتمد اكتر على الكاريزما والحضور والشكل البطولي للشخصية، وده اشتغل كويس داخل الفيلم. بس مفيش مشهد تمثيلي حسيت انه هيعيش مع الجمهور سنين طويلة. اما كريم عبد العزيز فهو كالعادة ممثل مريح جدا في المشاهدة، عنده قدرة يخليك متابع الشخصية حتى لو الشخصية نفسها مش مكتوبة بشكل عبقري. لكن برضه حسيت ان الدور كان محتاج مساحة اكبر من ناحية المشاعر والصراعات الداخلية. يعني الاداء كويس لكن الشخصية نفسها محدودة. اما طارق عماد فبصراحة وجودها بالنسبة لي ما كانش مؤثر بالشكل اللي كنت مستنيه. الشخصية نفسها كانت ممكن تتكتب بشكل اقوى بكتير، وفي لحظات حسيت ان وجودها او عدمه مش هيغير كتير في الاحداث الرئيسية. ونفس الكلام تقريبا على هنا الزاهد ممثلة شاطرة، لكن في الفيلم ده ما قدمتش جديد قوي. يعني من الاخر الدور عادي والاداء عادي، ومفيش مشهد يخليك تفتكر الشخصية بعد ما الفيلم يخلص. ويمكن دي مشكلة عامة في كتابة الشخصيات النسائية في الفيلم اكتر منها مشكلة اداء. اما بقى الممثلين الاجانب، ودي النقطة اللي الناس كتيرة كانت مستنياها. بصراحة انا شايف ان اغلب الممثلين الاجانب كانوا اقرب لضيوف شرف، ووجودهم كان مفيد جدا في التسويق والدعاية، لكن داخل الاحداث نفسها تأثيرهم محدود. يعني لو شلت بعض الاسماء دي من الفيلم القصة نفسها مش هتتغير بشكل ضخم، وده كان محبط شوية لان الاسماء دي كبيرة فعلا. الاستثناء الواضح بالنسبة لي كانت مونيكا، حسيت ان ليها حضور اكتر ودور اوضح من باقي النجوم الاجانب. اما الباقي فكان وجودهم لطيف لكن مش مؤثر بالشكل اللي كنت متوقعه. لكن بقى تعالى نتكلم عن اكتر حاجة الفيلم نجح فيها، وهي الاكشن. بصراحة الأكشن هنا ممتاز، وده يمكن السبب الرئيسي اللي مخلي الناس كتيرة خارجة مبسوطة من الفيلم. المطاردات معمولة بشكل حلو، المعارك سريعة، الإيقاع متحرك، والفيلم تقريبا كل شوية بيقدم لك مشاهد أكشن جديدة. في لحظات كنت فعلا حاسس إني بتفرج على فيلم أجنبي من ناحية التنفيذ، وده شيء يستحق الاحترام. خصوصا ان مستوى الاكشن في السينما العربية خلال السنين الاخيرة بقى بيتطور بشكل ملحوظ. ومن الحاجات اللي عجبتني كمان ان الفيلم كان فيه جانب كوميدي بسيط. الفيلم مش كوميدي طبعا، لكن كان فيه شوية افيهات خفيفة متوزعة على الاحداث، وفي اكتر من مرة لقيت الجمهور في القاعة بيضحك، ودي حاجة كويسة لان الفيلم عارف يخفف التوتر شوية بدل ما يفضل جد طول الوقت. الكوميديا هنا مش العنصر الاساسي، لكنها كانت موجودة بالقدر المناسب. لا هي كتيرة فتبوظ الجو، ولا هي قليلة لدرجة انك ما تحسش بيها. اما بصريا فبصراحة الفيلم جامد جدا، ودي من اكتر الحاجات اللي شدتني. الالوان حلوة والتصوير حلو، زوايا الكاميرا ممتازة، والمشاهد الكبيرة معمولة فيها شغل واضح جدا. ويمكن لو حد قال لي اكتر حاجة تفتكرها من الفيلم بعد سنة هقوله الشكل البصري، لان دي اكتر نقطة الفيلم متفوق فيها. ومن الحاجات اللي عجبتني جدا ان الفيلم قدر يديك احساس انه بيتنقل بين دول ومدن مختلفة، لكن لما تعرف ان اغلب الشغل اتصور في الرياض هتتفاجئ فعلا. ودي حاجة تحسب لصناع العمل، لانهم عرفوا يستغلوا الاماكن والديكورات بشكل يخليك حاسس انك بتلف العالم كله. اما الموسيقى التصويرية فبصراحة كانت اضعف من عناصر الفيلم. ما كانتش وحشة لكن كانت عادية جدا، مفيش موسيقى خرجت وانا فاكرها، مفيش تيمة موسيقية قوية علقت في دماغي.
كانت مجرد موسيقى موجودة عشان تخدم المشاهد وخلاص. أما الإخراج فأعتقد إنه نجح جدا في تقديم فيلم سريع وممتع، لكن في المقابل كان ممكن يدي مساحة أكبر للشخصيات، لأن أحيانا كنت حاسس إن الفيلم مستعجل، وده أثر على العمق الدرامي. ولو جينا للمميزات، أولا الأكشن قوي جدا، ثانيا إنتاج ضخم، ثالثا تصوير عالمي، رابعا مؤثرات بصرية جيدة جدا، خامس حاجة إيقاع سريع، سادسا وجود شخصيات كوميدية خفيفة لطيفة، سابعا أحمد عز وكريم عبد العزيز عندهم حضور قوي على الشاشة. رقم 8 الشكل البصري للفيلم ممتاز جدا. أما السلبيات، أولا القصة بسيطة ومتوقعة، الشخصيات محتاجة كتابة أفضل، طارق عماد دورها محدود وما أثرتش كتير، هنا الزاهد ما قدمتش جديد أوي، أغلب النجوم الأجانب وجودهم كان أقرب للدعاية من التأثير الحقيقي. الموسيقى التصويرية عادية جدا، الفيلم اعتمد على الشكل أكتر من المضمون في أوقات كتير، ما كانش فيه لحظات درامية قوية جدا تفضل معلقة في دماغك. وفي النهاية أنا شايف إن سيفن دوجز فيلم أكشن لطيف جدا، مش تحفة فنية ومش فيلم سيء، هو ببساطة فيلم معمول عشان تتسلى وتستمتع بالمشاهد الكبيرة والأكشن والتصوير الحلو. فلو داخل مستني قصة عبقرية أو شخصيات معقدة أو حبكة هتقلب الإنترنت، غالبا هتخرج محبط شوية. أما لو داخل علشان تتفرج على فيلم أكشن عربي بإنتاج ضخم ومستوى بصري محترم جدا، فأعتقد إنك هتتبسط. لكن خلوني أقول لكم على حاجة مهمة جدا، أنا شايف إن سيفن دوجز من نوعية الأفلام اللي هتختلف عليها الآراء بشكل كبير جدا. يعني هتلاقي ناس خارجة من السينما مبسوطة جدا وشايفة انها اتفرجت على واحد من اقوى افلام الاكشن العربية اللي اتعملت، وفي المقابل هتلاقي ناس تانية خارجة وهي حاسة ان الفيلم كان ممكن يقدم اكتر بكتير من كده. والحقيقة ان انا فاهم الطرفين، لان الفيلم فعلا عنده مميزات قوية جدا وفي نفس الوقت عنده مشاكل واضحة جدا. ومن الحاجات اللي لفتت انتباهي ان الفيلم واضح انه متأثر جدا بافلام الاكشن الاجنبي الحديثة، سواء في طريقة التصوير او حركة الكاميرا او تصميم المطاردات او حتى شكل بعض المشاهد، لأن صناع الفيلم كانوا عايزين يقدموا تجربة أقرب للأفلام العالمية من الأفلام العربية التقليدية، وفي رأيي هم نجحوا في النقطة دي بنسبة كبيرة. وده مش تقليل من السينما العربية، بالعكس، لكن لأننا متعودين على مستوى معين من الإنتاج، فلما يجي فيلم بالحجم ده طبيعي إنه يلفت الانتباه. ومن الحاجات اللي عجبتني كمان إن الفيلم ما كانش بخيل على المشاهد، يعني من اول الفيلم تقريبا وانت كل شويه بتاخد جرعه اكشن جديده، مفيش فترات طويله من الملل، مفيش مط او تطويل في الاحداث، حتى لما الفيلم بيهدى شويه بتحس انه بيجهز لك لحاجه اكبر جايه بعد شويه، وده خلى مدة الفيلم تعدي بسرعة جدا. بالعكس انا عارف ان ناس كتيرة خرجت من الفيلم وقالت انها ما حسيتش بالوقت، ودي نقطة ايجابية لاي فيلم اكشن، لكن في المقابل انا كنت اتمنى اشوف اهتمام اكبر بالاشرار، لان البطل دايما بيبقى قوي بقدرة الخصم اللي قدامه. وواحدة من الحاجات اللي بتخلي افلام الاكشن كتيرة تعيش في ذاكرة الناس هي وجود شرير قوي. هنا حسيت ان الاشرار موجودين عشان يحركوا الاحداث اكتر منهم شخصيات مميزة فعلا، ويمكن لو تم تطويرهم بشكل افضل كانت المواجهات هتبقى اقوى بكتير. كمان كنت اتمنى اشوف مساحة اكبر لبعض الشخصيات الثانوية، لان في شخصيات بتحس انها ظهرت واختفت بسرعة، وفي شخصيات تانية كانت ممكن نعرف عنها معلومات اكتر، لكن الفيلم كان مركز بشكل اساسي على الخط الرئيسي للاحداث. وده رجعنا تاني لنفس النقطة، ان الفيلم مهتم بالايقاع السريع اكتر من التفاصيل. ومن الحاجات اللي شدتني جدا اثناء المشاهدة هي جودة التنفيذ التقني. بصراحة مهما كان رأيك في القصة صعب جدا تنتقد المجهود المبذول في التنفيذ، واضح ان في شغل ضخم جدا اتعمل ورا الكواليس، سواء في تجهيز المواقع او تصميم مشاهد الاكشن او المؤثرات او حتى تنظيم المشاهد الكبيرة اللي فيها عدد ضخم من الناس. كل ده محتاج مجهود مرعب، وده شيء يستحق الاحترام. انا شايف ان سيفن دوجز خطوة مهمة جدا لاي حد مهتم بمستقبل افلام الاكشن العربية، لانه اثبت انه عندنا القدرة اننا نقدم افلام بشكل عالمي من ناحية الصورة والتنفيذ. والخطوة الجاية بقى هي ان نفس المستوى ده يوصل للكتابة والشخصيات والحبكة، ساعتها فعلا ممكن نشوف افلام عربية تنافس على اعلى مستوى. وفي النهاية تقييمي الشخصي للفيلم هو 7/10. فيلم ممتع، شكله حلو، اكشنه قوي، لكنه كان محتاج قصة اقوى وشخصيات افضل عشان يبقى فعلا واحد من اعظم الافلام العربية.